احد حبايب الكابتن سالني سؤال في لايف وقال لي يا كابتن بهاء، تفتكر امام عاشور مشي ليه من الزمالك؟ قلت له عشان كل بني ادم بيحلم بخطوه اكبر وهي خطوه الاحتراف. فحبيب الكابتن ده كان رخم شويه، قال لي احتراف ايه يا كابتن؟ معلش ده ما لعبش 10 ماتشات على بعض. قلت له عادي، لعيبه مصريه كتير بتروح تحترف ومش بتعرف تتاقلم وبترجع تاني، امام ولا هو اول ولا اخر واحد. فحبيب الكابتن شال القاب وصعد الامور وبدا يهب فيا وقال لي هو امام ده لو ما كانش جاله عرض الاهلي كان هيسيب ميتلاند يعني؟ ولا اصلا الموضوع كان كوبري؟ وليه امام عمال يتفرعن على الاهلي برغم ان ما حدش كلمه؟ فقلت له لا استنى بقى حاف كده، احنا نعمل حلقه مخصوص نجاوبك فيها. يا جدعان في حاجه نسيناها مش تفكروني؟ بما ان استاذ الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره ثانيه. مساء الخير. وانا بجاوب الاستاذ اللي سالني في اللايف سالت نفسي سؤال مهم جدا عشان يوسع لي دايره البحث وعشان نعمل زاويه جديده نتكلم فيها عن امام. السؤال كان ايه اللي حول امام من الشخص اللي بيقول انا اهلاوي من صغري للشخص اللي احنا شايفينه النهارده اللي بيقول كتر خيري اني بلعب معاكم؟ هو طبعا ما قالش كده بالحرف، لكن تحركاته في الملعب واسلوبه وتعامله مع الفريق اخر فتره بيوحي بكل الكلام ده. ليه الطفله البريئه المغمضه بقت من النهارده مش كده، بقت واحده تانية متمرده؟ برغم من ان جمهور الاهلي ما عملش اي حاجه لامام، بالعكس دول داسوا على كل المبادئ عشان خاطر عيونه، دول اتغيروا عشانك يا بسيوني وقالوا عادي عيل صغير وغلط والاهلي هيعلمه الادب. السؤال اللي اتفتح ده يا جماعه احداثه بتحصل في الحاضر، وعشان نفهم الحاضر لازم نرجع للماضي. الخطاب النقدي الموجه لامام حاليا مش مجرد رد فعل على تراجع مستوى في ماتش معين، بل هو نتيجه تراكم سلسله من الازمات اللي بدات من وقت بزوغ نجمه في نادي الزمالك، مرورا بتجربته السريعه في اوروبا، ووصولا الى استقراره في النادي الاهلي. رجب جنبر صديق البرنامج من اسنا هيخش معانا على الخط ويقول لي يا كابتن بهاء انت هتجيب ايه جديد؟ ما احنا كلنا عارفين مسيره امام، والواد من ايام الحرس كبر قدام عيوننا. اتقل بقى يا جنبر، انت تعرف برشوت الاسئله اللي اتفتح ده لو كان الاهلاويه عرفوا اجابته من بدري كانوا وفروا على نفسهم المصير اللي الاهلي فيه دلوقتي. انجزنا يا كابتن بهاء والنبي، كل دي مقدمه ناريه. طيب تعال نرجع لورا. امام عاشور زي ما انا وانت والكل عارفين انه بدا في غزل المحله، كان لسه عيل صغير، وغزل المحله مش هي البيئه اللي توفر لك حمايه تخليك تفرد صدرك، وامام لاعب يعتبر جايبها من تحت، لا ده من تحت قوي كمان. بالاضافه لده هو شخص جاي من الاقاليم، ويمكن ده اللي يدي شويه مبررات ليه الجمهور بيحب امام، وبالرغم من كل الاخطاء اللي بيعملها دي بيعدوا له الامور، عكس مثلا لعيبه تانية زي كوكا ونيدفيد وزياد كمال اللي بياخدوا انتقاد صريح وعنيف ببساطه عشان الناس بتحس ان النوعيه اللي زي نيدفيد دي مش شبههم خالص، مش شقيانه كده، لازم ينزلوا تحت يتمرمطوا شويه. انما امام يا عيني ده ولد غلبان من المنصوره، شبه اي شاب قاعد في حجز خماسي. ده ولد غلبان لدرجه انه راح الاسماعيلي شهر ورجع عشان ما كانش قادر يشيل ايجار السكن، وراح المحله مجبور عشان اخواته حازم ومحمد هناك، وكده كده المحله والمنصوره جنب بعض. وليه غزل المحله مش بيئه تخليك تفرد صدرك؟ لان وقت ما امام عاشور ظهر هناك في 2017 كانت الفرقه في الدرجه الثانيه، وكان لسه امام بيلعب قدام فرق زي البحيره ومنة السمنود وعزبه المساطيل، فمهما عمل محدش هيسمع له صوت. محتاج يدوس على نفسه شويه عشان الناس تاخد بالها ان في موهبه كبيره بالفعل موجوده في دوري الدرجه الثانيه. وعشان افهمك امام عاشور كان قد ايه في حاله وعامل زي حماده هلال في فيلم حلم العمر لما الظابط زنقه وقال له يا احمد ما اشوفكش تروح النادي تاني خالص، وهو يقول له حاضر يا باشا. خالد ابو الفتوح رئيس قطاع الناشئين في غزل المحله كان دايما بيتلكك لامام ووقف في طريقه اكتر من مره، بالرغم من ان امام ما كانش مقصر في حاجه بحسب قوله يعني. وقال امام كمان ان انا ما اعرفش ايه السبب اللي كان بيعمله معايا وما عنديش تفسير. انا اتكلمت معاه وقتها لكن رده عليا ما كانش مقنع، احبطني لدرجه اني قلت مش هلعب كوره تاني. الكلام ده طبعا امام عاشور ما قالوش في 2017، لان لو قاله وهو لاعب في غزل المحله كان هيتقال له طب اتكل على الله، ده انت مرتبك كله على بعض 200 جنيه والشرط الجزائي بتاع العقد بتاعك علبه كشري، يعني انت مش فارق قوي بالنسبه لنا، هنسرحك ونجيب غيرك. بالتالي طبعا قالوا في 2024 لما امام اتوفر له الغطاء اللي يتسند عليه ويخليه يشطح وينطح في اي حد ويضرب اللي مش على مزاجه. طبعا كابتن خالد طلع رد على امام وقال حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامح امام عاشور لاني وقفت جنبه كتير وفي الاخر يتهمني بالباطل. الموقف ده بيورينا ان امام عاشور جواه وحش صغير كده بس متداري عايز يصرخ في الكل بس مش دلوقتي. امام عاشور بالرغم من انه ما كانش بيشارك كتير مع غزل المحله حسب روايته الا انه لعب ماتش قوي جدا قدام حرس الحدود، وبعد المباراه العميد علاء السعدني مدير التعاقدات في نادي الحرس قال له انت لعيب كويس، لو الحرس صعد الموسم الجاي للدوري الممتاز انت هتيجي تلعب معانا. وبالفعل في صيف 2018 حرس الحدود تعاقد مع امام عاشور لمده سنتين على سبيل الاعاره، خطوه تدرج كويسه جدا من فريق درجه تانية لفريق اخر جدول في الدوري المصري، بس لسه هيتمرمط برضه. انت كده بتطلع سلمه لقدام لكنك محتاج تثبت نفسك عشان تقدر تنقذ الحرس من الهبوط وعشان تعرف تخرج من الفرقه على فرقه اكبر. اثناء بقى الصراعات دي كلها امام عاشور هيظهر منه نسختين، نسخه في الملعب ونسخه بره الملعب. في الملعب امام عاشور بعد ما ينزل كبديل قدام سموحه ب 10 دقائق هيخطف جون مهم جدا يجيب نقطه لحرس الحدود، وفرق اخر الدوري دي يا جماعه النقطه بالنسبه لها مهمه جدا بتفرق معاها عشان ما تقعش، بس برضه محدش هيلاحظ قوي، يعني مين بيتفرج على الماتشات دي غير محمود مهدي. فبعدها بكام ماتش امام مركزه بيتحول من خط النص للجناح، والسبب هو انه عنده قدره تهديفيه عاليه، وفعلا في الماتش ده الحرس كسب وادي دجله وامام سجل هدف وبدا يظهر اكتر. الماتش اللي بعده راح مديها كده اسيست حلو والدنيا بدات تندع. اللي بعده بقى كان نقطه فاصله، حرس الحدود بيلعب الداخليه والدقيقه 93 وخلاص فاضل دقيقه واحده والماتش
الماتش يخلص امام عاشور هوب بيسجل هدف بيدي 3 نقط مهمين جدا، ودي لقطه هتتبروز اكتر وصفحه اون سبورت هتنزلها على السوشيال ميديا والمواقع الالكترونيه كلها هتتكلم عنها. نيجي بقى للنسخه الثانيه من امام عاشور اللي هي بره الملعب. بنشوف امام عاشور بيشخط في الحكم بعد ما اداله انذار، بيعترض يعني وكده، ولا قليل الادب بصحيح. طب والله لا تاخد ايقاف ماتشين عشان تتعلم. وطلع بعدها امام اعتذر وقال انا اتعلمت من غلطي ومش هكرر ده تاني عشان الفريق محتاجني، واتمنى انقاذ حرس الحدود من الهبوط. لما امام رجع من الايقاف طارق العشري بدا يحركه شويه من الجناح وراح ملعبه مهاجم، قال لك الواد حلو وبيعرف يخطف جونه بتاع. وقدام الاهلي امام عاشور بدا كمهاجم بالفعل وقدر انه يسجل هدف ويعمل احتفال زي احتفالاته اللي بيعملها دلوقتي عشان يبروز لقطته اكتر. وبالرغم من ان الهدف اتلغى الا ان خلى شريحه كبيره من الجمهور في مصر تبدا تركز معاه، وطبيعي بعد كام لقطه اللي فاتوا دول الانديه هتبدا تهتم بيه، اصل ده لعيب جوكر وكمان بيسجل، تحطه جناح خط نص مهاجم الواد شغال. وهنا بقى امام عمل حركه مش كويسه خالص. محمد فضل رفع عليه سماعه التليفون وقال له بقول لك ايه يا امام يا موهبه، انت عايزينك توقع على استماره رغبه لفريق الاهلي، لان المدرب اللي شبه كنتاكي اللي عندنا ده معجب بيك وعايزه. قال لهم تمام مفيش مشكله، هو حد يقول للاهلي لا برضه؟ هو انا مجنون؟ بعدها جاله مكالمه ثانيه لكن المره دي من بيراميدز، بقول لك ايه يا امام يا موهبه، انت احنا عايزينك في بيراميدز ويا ريت تمضلنا على استماره الرغبه دي. قال لهم تمام والله مفيش مشكله، هو حد يقول لبيراميدز لا برضه؟ ده انا ابقى مجنون. استماره الرغبه دي عشان اللي ما يعرفش هي حاجه كده بدل ما الكلام يبقى على الهوا لا يبقى متوثق، زي لما يقول لك على واحده دول متكلمين عليها اللي هو ولا في خطوبه ولا جواز، حاجه مش رسميه. اي نادي غير الاهلي وبيراميدز يقدر يضمه عادي طالما هيخش رسمي. فاداره حرس الحدود وقتها ما زعلتش قوي منه ومشوا له الامور عشان في وقتها هو اهم لاعب في الفرقه، وطالما ما وقعتش على عقود رسميه خلاص مفيش انسان معصوم من الغلط يا حبيبي، بس بلاش نتفادى في الغلط. موسم حرس الحدود قرب يخلص وامام وقتها طلع يتكلم عن نفسه للصحافه ويقول انا عندي عروض كتيره. فالصحفي قال له طب بما ان عندك عروض تحب تروح الاهلي ولا الزمالك؟ قال له لا مش مهم، مش ده اللي بفكر فيه، ولا كمان الفلوس مهمه عندي، انا زي اي لاعب شاب نفسي احترف ونفسي اكون زي محمد صلاح. اثناء التصريحات دي كان وقتها الزمالك بيعمل الميركاتو بتاعه وبيكون فريق من اول وجديد وبيصرف حوالي اكتر من 100 مليون على الصفقات، وبدا يتكلم انه عايز امام عاشور. في نفس الوقت بقى لسارتي مدرب الاهلي اللي كان معجب بامام كان بيمشي خلاص بعد ما عمل موسم كارثي، فصفقه امام دي ما بقتش مهمه قوي بالنسبه للاهلي. فدخل الامير مرتضى بقلب جامد وخطف امام ب 12 مليون جنيه وقطع اعارته من حرس الحدود، ودي كانت الصفقه رقم 11 للزمالك بعد ما جاب لعيبه ابرزهم بن شرقي ونجم وعواد ومصطفى محمد. وهنا هنبدا قصه جديده هيبدا يكبر معاها امام عاشور. امام عاشور اول ما راح الزمالك جه صحفي وساله شويه اسئله مهمه، قال له ايه رايك في انتقالك للزمالك؟ هو احد اسعد ايام حياتي التواجد في النادي الذي حلمت منذ الصغر باللعب داخله وارتداء قميصه، والحمد لله حلمي اتحقق. وضاف كمان ان محمد ابراهيم هو مثله الاعلى وكان نفسه يلعب معاه، ولما قالوا له نفسك تلبس رقم كام وركز في حته الرقم دي عشان هنجيلها قدام، قال لهم نفسي قوي في رقم 14 بس للاسف ايمن حفني لابسه، بس انا واثق في قدراتي واني هجتهد وهاخد مكان اساسي يخليني اخد الرقم اللي انا عايزه. يمكن خطوه التدرج هنا من حرس الحدود للزمالك كبيره، لكن امام كان واعي كويس جدا انه برضه رجع للصفر لانك لسه محتاج تحجز مكانك كلاعب اساسي، ده في 10 صفقات غيرك يا حبيبي، ده غير ان زيزو جه في نفس السنه بس في الشتاء، وخلي اسم زيزو ده في دماغك، ولو لعبت وحش مرتضى منصور واولاده مش هيسموا عليك وهيمشوك بعدها بموسم ولا 2 عادي، يعني انت هتيجي اغلى من اللي راحوا. فطول ما انت محسس امام عاشور انك مش عايزه او انه مش مهم هو هيحاول يمشي بمبدا والله لا خلي الكل يهتم بيا سواء في الملعب بقى او براه. وكده كده واضح جدا من حركه استماره الرغبه ان امام مش فارق له لا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، كل اللي فارق للاعب هو الماده وانه ما يرجعش الشخص اللي ما كانش قادر يوفر ايجار السكن في الاسماعيلي. المهم امام في اول موسم ليه مع الزمالك ما كانش موفق بالمره، لعب حوالي 14 ماتش ما ظهرش فيهم خالص ومحدش يهتم له لانه سجل جون وصنع زيه. وعشان اعرفك قد ايه ما كانش لاعب مهم وقتها، امام ما شاركش في قائمه الزمالك اللي لعبت في افريقيا، والزمالك حب وقتها يضيف لعيبه زي جنش وكاسونجو على حساب امام، لكن بره الملعب قدر يظهر كويس جدا لان طبعا عمل اللقطه اللي كلنا عارفينها وهي لقطه الشلوت اللي اخده وليد سليمان، واللي حطت امام في قفص الاتهام من ناحيه شخصيته وانه لاعب مشجع، يعني شخص مش قادر يفصل بين مشاعره كمحب للنادي وبين مهنته كلاعب محترف. ناس تانية قالت لا ده بلطجي ومش متربي، وما بين ده وما بين ده امام اتوقع عليه غرامه 200,000 وايقاف 12 ماتش. لسان حال امام يعني عادي ما جتش في جمل، انا متعود على الايقاف من ايام حرس الحدود. في وقتها قاعده الناس اللي بدات تعرف امام بقت كبيره جدا بس عارفينه بعيوبه، ولما بيشوفوه يقول لك مش ده اللاعب البلطجي المشاغب اللي ضرب وليد سليمان، وكلام الجماهير ده فضل يلاحق امام واثر عليه نفسيا بشكل كبير، وده كان واضح في لقائه على قناه الزمالك. المذيع برغم انه ما سالوش اصلا عن الموضوع بس امام فتحه من العدم وراح مجاوب عليه وما قدرش يمسك دموعه. الناس اللي بتتكلم عليا تقول ان انا قليل ادب وبلطجي ومشاغب، لا انا خلاص مش ما فيش النقطه دي خالص. انا والدتي والدي عرفوا يربوني الحمد لله وعرفوا يربوني يعني، وانا مش بلطجي ولا انا ولا انا لا ما حدش يقدر يقول عليك. لا هو في ناس بتطلع تقول كده ان انا مشاغب وانا بضرب لعيبه في الملعب مش عارف ايه. لا انا الحمد لله والدتي عرفوا يربوني احسن تربيه الحمد لله. مش عارف هم عايزين ايه الصراحه يعني. شكرا.
موسم امام الاولاني خلص ودخلنا في الموسم الثاني، وباتشيكو مدرب الزمالك وهو بيتفرج على لعب امام بقول لك يا امام انت اكيد ما كنتش بتلعب جناح، لبسك مش لبس جناح، شكلك مش شكل جناح، وقفتك مش وقفه جناح، هي ايه العباره؟ قال له يا مستر باتشيكو انت راجل ذوق، والله راجل محترم، انا فعلا بلعب خط نص، بس طارق العشري الله يسامحه لما لقاني بسجل اهداف راح ملاعبني جناح، وشويه كان بيلعبني مهاجم، فباتشيكو فورا رجع امام لمركزه واداله كامل الحريه التكتيكيه، وده عمل اعاده اكتشاف هويه لامام عاشور من جديد. بص يا امام انت بتعرف تقطع وتستعيد الكوره حلو قوي، عايزك تاخدها بقى وتوزع لعب مع زمايلك، وكمان عندك قدره بدنيه هايل، يعني هنستخدمك في الضغط العالي. الله ده انت تحت الضغط بتحتفظ بالكوره بشكل كويس كمان، حلو ده عايزك تزود عليه. يا سلام ده انت كمان طلعت بتشوط حلو من بره ال 18، حلاوتك يا امه. الله 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 ده انت كمان بتعمل تمريرات بتكسر الخطوط، إيه الجراءه دي يا واد؟ اهو كل المميزات اللي انت شايفها دي موجوده في امام بس. وطبعا احنا بقينا في زمن لعيبه الكوره في مصر ما عندهاش غير مهاره واحده تفضل تكرر فيها كل شويه لحد ما يخلي المتفرج يتعصب ويشد في شعره، فالطبيعي لما تلاقي لاعب زي امام عنده كذا مهاره زي كده اكيد ده كنز كبير. بس لسه في مشكله برضه، وقتها امام في ظل وجود وسط فيه فرجاني ساسي وطارق حامد ما كانش واخد وضعه ساعتها، كان لعيب مميز لكن بيفتعل مشاكل، ولسه مش النجم الاهم وسط كوكبه النجوم دي كلها، لكن اهداف امام ولقطاته كانت مخليه متشاف اكتر بكتير زي هدفه قدام المصري، وده هيخلي الجماهير ترتبط وتتعلق بيه اكتر، لان امام في لعبه شبه حجوزات الخماسي اللي هو بيقطع الكوره ويفضل يجري كده ويشوط من بره، من الاخر بيلعب من غير اي قواعد. ومع رتابه الدوري المصري اكيد تسديده زي دي هتتبروز والكل هيحب يشوفها، ده احنا يا راجل ما شفناهاش من ايام عاشور الادهم. امام عاشور جون في الثاني في الثالث وماتش في اللي بعده ولقطه في اللي بعدها حس انه بيقدم مردود اعلى من كل زمايله، فحصلت بقى لقطته الشهيره مع المدير الفني كارتيرون اللي استلم بعد باتشيكو قياده الزمالك. خير يا ابو الكباتن. وقتها كارتيرون في اخر ربع ساعه طلب من امام عاشور انه يبدا يسخن عشان ينزل. امام قال له اسخن ايه؟ انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ انا مش هلعب الربع ساعه بتاعتك دي اهانه لمستواي اخر فتره. امام يسكت؟ لا يسكت ازاي؟ طبعا ما يبقاش امام لو سكت. بعد ما الماتش خلص وفرقه الزمالك نازله على غرفه تبديل الملابس بدا امام يتحدث بشكل غير لائق مع كارتيرون، من الاخر كده شتم كارتيرون. طبعا ما عجبوش الكلام ده وقال لامام بقول لك ايه، انت عقابا ليك هتبقى موقوف وهتنزل تلعب مع الناشئين، يلا من هنا مش عايز اشوفك تاني في الفريق الاساسي. وامام عاشور نزل بالفعل مع فريق الناشئين. وهنا نيجي بقى لمشكله جديده عند امام عمره مواجه نفسه بمشاكله، يعني عمره ما كان مرايه لنفسه يقعد كده معاها ويقول لها انا فعلا غلطان في الموقف الفلاني وما كانش ينفع اعمل كده. للاسف دايما امام عاشور بيحاول يتهرب ويخلق حجج واعذار لاي موقف وحش هو بيعمله، حتى لما الجمهور واجهه وقال له انت بلطجي ومش متربي، وباتشيكو برضه واجهه وقال له انت سريع الغضب وبتحزن بسرعه وده بيأثر حتى على قراراتك الفنيه في الملعب. امام ساب كل ده وقدر يقدم لنفسه كل الاعذار وطلع قال كلامكم ما حصلش، انا بلعب بروح عاليه بس مش اكتر. واوعى تكون فاكر ان امام عاشور بيلعب ويسجل عشان مصلحه الفريق او حاجه، ما اعتقدش ان امام اصلا شخص بيهتم بمصلحه فرقته. امام بيلعب ويسجل ويتالق عشان بس يرضي غروره، عشان يفضل يثبت للكل انه احسن من فرجاني او غيره. ومع نزول امام لفريق الناشئين طبعا كلكم من اول الحلقه مستنيين نحكي عن الموقف ده، حاضر. في ابريل 2021 ناشئين الزمالك كان بيلعبوا الاهلي والزمالك خرج خسران في الماتش ده 2-1، لكن بالرغم من الخساره دي الزمالك اخذ الدوري، فامام سحب اللعيبه وطلعوا يحتفلوا في اوضه اللبس. المفروض امام ده الكبير العاقل اللي فيهم، لكن امام اتصور له فيديو وهو بيحتفل مع لعيبه الزمالك بس كان واخد راحته شويتين ثلاثه، وكان بيشتم رموز وجماهير الاهلي وقال الهتاف الشهير بتاع عيله صالح عيله كذا كذا. موقف زي ده ياكد لك ان امام مش بس شخص انفعالي، ده كمان بيفتقر للحكمه، وكل هدفه انه ياخد القبول الاجتماعي من قبل الجمهور عن طريق تبني خطاب الكراهيه السائد في المدرجات. طبعا ده كان زلزال في الوسط الرياضي المصري، جمهور الاهلي طبعا سخن ناحيه الواد والاعلام كله طلع ينتقده بلا رحمه، وجمهور الزمالك اتقسموا نصين، اللي عقله مفوت منهم شاف ان ده لاعب مشطشط وحراق وحرق الاهلاويه، واللي ربنا كمله بعقله قال لك لا اللي عمله ده غلط ولازم يتعاقب عليه فورا. اداره الزمالك بقى غلطت امام وده الطبيعي، وقالت احنا لا نتقبل اهانه رموز الاهلي، وامام عاشور طبعا غلطان وهو اصلا في عقوبه، بس احنا هنوقع عليه عقوبه تانية عشان يتعلم الادب وما يعملش كده تاني. لكن وسط كل الناس اللي عماله تسن السكاكين دي طلع صوت مختلف تماما، صوت عايز يطبطب ويدافع عن امام عاشور ويقول لهم ارحموا الواد شويه، ده برضه لسه 23 سنه وبيتعلم. الصوت ده طلع بشكل غير متوقع من المدير الفني كارتيرون. كارتيرون وقتها استغرب ازاي يتم تصوير اللاعبين داخل غرف ملابسهم، وشاف ان ده اختراق للخصوصيه، واعتبر اصدار عقوبات بناء على ذلك امر لا يصدق. ولو عايزين تحاسبوا حد فعلا حاسبوا الشخص اللي صور العيال دي، ما شفناش احنا الكلام ده عندنا في فرنسا يعني. وقال انتوا كده بتعرقلوا مسيره البديل الامثل لفرجاني ساسي. هنا بقى الصحافه سابت الكلام ده كله ومسكت في البديل الامثل لفرجاني وراحوا ناحيه امام عشان يستفزوه بالكلام ده، ما هم عرفوا بقى انه لاعب خفيف واي كلمتين بيخلوه يمد ايده على اللي قدامه. فبعض الصحفيين ادوا له السؤال ده، يا امام يا بديل، هل لقب بديل فرجاني ساسي بيضايقك ولا لا؟ امام هنا فهم بقى انهم عايزين يلبسوه وقال لهم لا فرجاني ده راجل قدوه وايقوني وملكي وانا اتعلمت منه داخل وخارج الملعب ويا ريت اوصل لربع مستواه. وطارق ورؤى وعبد العزيز كلنا على قلب رجل واحد واتفقنا على حاجه وعملناها وهي الحصول على لقب الدوري. يا سلام على التواضع والاخلاق، ايه الادب ده يا واد. وفعلا الزمالك اخذ الدوري وخلص موسم 2021، ومع صيف 2021 بيحصل الحدث الاهم لامام عاشور وهو رحيل فرجاني ساسي، وكده الجو هيخلالك يا عبد البديل.
مع دخولنا في صيف الموسم التالي، انت اكيد فاكر زيزو اللي قلت لك عنه في الاول. انت كده كده عارف مين زيزو، يعني مش هنضحك على بعض، انا بعمل كده لزوم السرد مش اكتر. المهم، الرجل الاخطر في كره القدم المصريه وهو ابو زيزو. ابو زيزو بدا يسرب اخبار ان زيزو جاي له عروض من الاهلي، والمنصات كلها اتملت بالاخبار دي. وقتها طلع هشام ابراهيم رئيس اللجنه المؤقته في الزمالك وقال ان زيزو مش شاغل باله بالكلام اللي في الهوا ده ومفيش اي عروض رسميه، فالدنيا هديت شويه. لكن ابو زيزو قال لك لا، عايزين نولع الدنيا، وطلع بتصريح جديد وقال زيزو عنده عروض من فرق الخليج زي العين الاماراتي، وعروض تانية ب 4 مليون دولار. كل المناوشات اللي انت شايفها دي عشان في الاخر زيزو ينجح تجديد عقده مع الزمالك بمبلغ 50 مليون جنيه لحد سنه 2024. وجه دور التجديد لامام عاشور، ومضى امام بالفعل على تجديد عقده بحوالي 7 مليون جنيه في الموسم الواحد. طبعا تفاوت المبالغ في العقود ده هيعمل ازمه بين زيزو وامام، لكنها مش هتظهر دلوقتي. امام كعادته هيستنى لحظه معينه عشان ينفجر فيها، زي موقف كابتن خالد ابو الفتوح مثلا. ومع بدايه موسم 2022 بدايه لعب الزمالك في الموسم ده انفجر، كان بقياده زيزو وامام عاشور وبن شرقي بيكسبوا وبيلعبوا كوره تمتع العين، يمكن احسن من الفرقه اللي قربت تاخد الدوري السنه دي. ودور امام عاشور بقى اكبر بكتير عن الاول، وعدد مشاركاته زاد عن الاول. لكن الناحيه الثانيه زيزو اللي كان عنده دقه عاليه في تسديد ضربات الجزاء مع دقه اكبر في العرضيات والتصويبات من خارج ال 18، سحب السجاده بس مش بشكل كامل من اغلب زمايل فرقته، وكان التركيز كله متمحور حوالين زيزو وامام وبن شرقي. امام هو افضل واشمل لاعب خط نص في مصر، وزيزو من افضل 5 لعيبه في الوقت ده بمعايير 2022، وده كلام جميل وكلام معقول. امام وزيزو فضلوا في منافسه كل ماتش، ده يصنع وده يسجل وده يسجل وده يصنع. المنافسه وضعت الزمالك كافضل فريق عنده حضور ذهني وتكتيكي في الفتره دي. لكن وسط الحاجات الحلوه دي كلها، الحياه ما ينفعش تمشي وردي، لازم يحصل ازمات في النص. وزي ما انت توقعت، امام وزيزو هيدخلوا في اكتر من صدام مع بعض. يمكن الصدام ده لو الاهلاويه ركزوا معاه من بدري كانوا وفروا على نفسهم المصير اللي الاهلي فيه دلوقتي. اي زملكاوي في الفتره دي هيفتكر كويس حجم المشاكل اللي كانت بتحصل في الكواليس بين الاثنين، لدرجه ان بيلن قدام الحدود في ماتش محسوم تعمل ازمه ما بينهم، لان كل واحد فيهم كان عاوز يشوطها عشان يكسب افضليه على الثاني. وقتها فيريرا اللي مسك الزمالك بعد كارتيرون طلع عبر عن غضبه من الموقف ده، وقال لم ياتي وقت تسديد امام عاشور لركلات الجزاء، وركز في الماتش الجاي احسن لك. امام بعد التصريحات دي بدا يتضايق لانه شعر بالرفض الشخصي مش التكتيكي. في الفتره دي زيزو كان بيمثل الاحترافيه المطلقه اللي بتؤمن بالارقام والنتائج، والناحيه الثانيه امام كان بيمثل النموذج الوجداني اللي بيلعب بمشاعره ومستني التقدير العاطفي من الجماهير، لانه شخص بيحتاج دايما شحن من ناحيتهم عشان يقدر يقدم افضل ما عنده. ولو ما لقاش الشحن ده او لقاه راح لحد غيره بيخليه يعمل تصرفات مش منطقيه في اكتر من مناسبه، زي لما اتطرد في ماتش الجونه بعد ما نط فوق السور في احتفاله الشهير بعد ما سجل هدف، وده كان ممكن يتسبب في اهدار ارواح ناس كتير، ظنا منه يعني انه لما يعمل حركه زي دي هيكسب قلوب الجمهور. وما بين شويه تشكيك من جمهور الاهلي في زيزو ووصفه بالبالونه وان كل اهدافه وضربات جزاء، وما بين اعجابهم باداء امام عاشور وجرأته في الملعب، جه الماتش اللي خلى كل جماهير الكره في مصر تبصم بالعشره لثنائيه زيزو وامام عاشور، وهو نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك اللي سجل فيه الاثنين مع بعض وصنعوا لبعض هات وخد وقدموا واحده من احلى ماتشاتهم. حتى بره الملعب امام عاشور بدا يعقل شويه، وصالح وليد سليمان واعتذر له، وبعدها نجحوا في خطف بطوله الدوري الثانيه على التوالي لنادي الزمالك، وانتهت سنه 2022 محمله بالالقاب سواء الجماعيه او الفرديه، لان زيزو اخذ هداف الدوري المصري في السنه دي. فطبعا الحاج ابو زيزو هيعمل الحيله المعتاده بتاعته ويبدا يضغط على الاداره. ممكن تقول كده ان ابو زيزو كان مقتنع ان ابنه مش هيعرف يجيب الفورمه دي تاني بحكم سنه اللي قرب على ال 30، قال يستغل الفرصه وعادي كله بيعمل كده يعني ما جاتش عليه، وبدا يقول ان في عروض من الخليج وايطاليا عايزه ابني. والمره دي هنا ابو زيزو كان بيتكلم جد، فاداره الزمالك فهمت ان اي نادي هيحتاج زيزو هيدفع الشرط الجزائي بتاعه بمنتهى السهوله، ففورا تم تعديل بنود العقد في سبتمبر 2022 وحصل زياده في الراتب ليصبح زيزو واحد من اعلى اللاعبين اجرا في الدوري المصري. اثناء بقى تعديل وحوارات زيزو الزمالك كان داخل ماتش دور ال 32 في افريقيا، وفريرا راح مستبعد امام عاشور. قال ايه؟ امام عاشور تغيب عن التدريبات اكتر من يوم بدون اذن المدرب، ويوم ما رجع التدريبات كان بيلعب من غير نفس. لا تصدق حلوه وجديده كمان. فاكر بقى عقد امام عاشور اللي قلت لك خليك فاكره؟ اسكت، مش العقد طلع ما توثقش؟ والله زي ما بقول لك كده. ولما جت الصحافه تسال هو في ايه العقد ما توثقش ليه، محدش طلع يقول اجابه مفيده. اللجنه المؤقته اللي جددت لامام عاشور برئاسه حسين السيد طلعت تقول ما احنا جددنا في نفس اليوم لعبد الله جمعه والعقد اتوثق وزي الفل، اشمعنى امام يعني؟ ايوه طب ليه ما توثقش يعني؟ حد يقول اجابه مفيده يا جماعه؟ محدش مدي اجابه مفيده لحد دلوقتي، بل الموضوع فضل متداري ومستخبي عن الراي العام، والكل جاي يكتشفه ويتفاجئ في سنه 2023. بعض الصحف بتقول ان كان المفروض بعد رحيل اللجنه المؤقته مجلس الاداره اللي استلم بعد اللجنه دي كان هو اللي يدفع رسوم توثيق العقد لاتحاد الكوره، لكن ده ما حصلش منهم، فبالتالي كأن الامر لم يكن اصلا، وبالتالي اداره الزمالك محتاجه تجدد لامام عاشور مره ثانيه، وفي نفس الوقت مفيش فلوس اصلا في خزينه الزمالك، وامام عمال يبص لزيزو الاعلى اجرا ده وعايز يتساوى بيه. هو اجدع مني في ايه يعني؟ ولا عشان ابوه كل شويه يطلع للصحافه ويقول انا عندي عروض؟ طب ما انا كمان عندي عروض وعروض احتراف لاوروبا كمان، مش حاجه سهله يعني. طب بقول لك ايه يا امام، ما تشوف العروض دي كده. ايوه ما تستغرب، خزينه الزمالك وقتها كانت فاضيه كالعاده وما فيهاش فلوس، فالحل هيكون بلا شك هو التضحيه بامام عشان يكون في سيوله دولاريه تنقذ خزينه نادي الزمالك. امام وقتها اتضايق اكتر، الله اشمعنى بتدفعوا لزيزو يعني؟ والله يا عم امام زيزو عنده رجال اعمال
بتحبه وهي اللي بتدفع له الملايين بتاعته، واحنا والجمهور حاطين املنا انه يتحول لاسطوره جديده في الزمالك، فلو مشيناه الفريق هيقع من الناحيه الفنيه والجماهيريه، انما انت ما حدش طايقك بصراحه. فلما امام بقى لا الكل بايعه قال لك خلاص يبقى على الدنيا السلام كتير، واروح ابص على عقد ميتلاند الدنماركي. وده الكلام اللي اكده مرتضى منصور، وقال ان سبب رحيل امام عاشور لميتلاند هو زيزو ومشاكله مع زيزو بسبب الفوارق الماديه في عقود الاثنين. وبرغم اني عرضت على امام وقلت له اقعد هعمل لك عقد زيك زي زيزو لانك ما تقلش عنه في حاجه، وكاني بدادي في عيال صغيره، لقيت برضه حصل بينهم اكتر من مشكله في اوضه اللبس، لان امام كان رافض يتساوى بزيزو، كان عايز دايما يبقى اعلى منه، وده طبعا اثر على مستوى امام عاشور في اخر 8 ماتشات، وكان بيتضايق لما زمايله مش بيدوا له الكره في الملعب. وما بين تصريحات مرتضى من ناحيه وتعديل عقد زيزو من ناحيه، امام عاشور سلك طريقه للاحتراف زي ما كان بيحلم وهو صغير، ومضى عقد جديد مع ميتلاند الدنماركي، ونطير سريعا رحله جديده انا وانت الى الدنمارك. بص بقى يا سيدي، الصحافه في مصر بدات تسرب اخبار ان انتقال امام عاشور لميتلاند هو مش انتقال ولا حاجه، ده مجرد كوبري للنادي الاهلي، لان نادي ميتلاند ده مملوك لرجل الاعمال المصري ياسين منصور، وياسين منصور واحد من ابرز رجال الاعمال الداعمين للنادي الاهلي. نادي الدنمارك، جامعه الدنمارك، اسمه ايه؟ نيكلاند. ميتلاند. تمام. فده خلى مرتضى منصور يجيب امام ويعمل معاه لقاء على قناه الزمالك ويقول له اوعى يا امام ترجع من الدنمارك على الفريق المنافس، وطبعا امام قال جملته الشهيره. وانت قلت لي من شويه انك زملكاوي باين. اكيد طبعا. زملكاوي طبعا العيله كلها ريس. هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. ان شاء الله يا ريس، حتى لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله، انا طبعا مش هرجع لبيتي تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه، وطبعا انا حابب اشكر اللعيبه كلها. قصه بقى ياسين منصور وميتلاند هي قصه مش حقيقيه بالمره، في لبس في الموضوع، لان نادي ميتلاند مملوك لكليف كراون ومعاه شريكه اندريس بوفلسون، فما فيش اي علاقه بتربط النادي بياسين منصور. اللبس ده بقى جه منين؟ علاقه عيله منصور بالدنمارك بتتمثل في استثمارهم في نادي نوشرلاند اللي بيلعب فيه حاليا ابراهيم عادل. احنا دلوقتي في 31 يناير 2023، نادي ميتلاند كان بيدور على تعزيز خط النص بتاعه بلاعب يمتلك خصائص بوكس تو بوكس، فوقع الاختيار على امام عاشور. الجماهير دايما في الكوره بتميل للانطباعات الاولى، وكان بدايه امام عاشور مع ميتلاند تقدر تقول كده انها سينمائيه. في الدوري الاوروبي وقصاد سبورتنج لشبونه، امام عاشور بيخطف هدف التعادل عن طريق تسديده بتاكد جراءه امام عاشور الهجوميه. بعدها ب4 ايام بالظبط امام عاشور بيدخل ماتش جديد لكن في الدوري، ومع اول لمسه واول 5 دقائق امام بيسجل هدف جديد، وده خلى الجمهور يفترض ان اللاعب عدى العقبه بتاعه التكيف الفني والانسجام واللازم منه، وانه تاقلم بسرعه وبقى واحد مننا. في الفتره دي بقى امام عاشور كان مدربه شخص اسمه البرت كابيلاس، اعجب قوي بقدراته التهديفيه فقرر يديها حته كده طارق العشري وراح ملعبه جناح شمال. امام مع الزمالك كلنا عارفين ما اثبتش نفسه قوي في حته الجناح دي، ولان تغيير المركز ده حط امام عاشور في مواقف دفاعيه ومواقف تكتيكيه جديده عليه ما تعودش عليها في الدوري المصري، ده خلى مستواه يتراجع بشكل كبير. لكن كابيلاس طلع يدافع عنه وقال انه بيحاول يهتم بامام على المستوى الشخصي اكتر من المستوى الفني، مدركا صعوبه الانتقال من مصر الى شمال اوروبا. لكن كابيلاس ملحقش يتكلم كتير لان بيتم اقالته في مارس 2023 بسبب سوء النتائج، وبيجي مكانه مدرب اسمه توماس بيرج. وهنا المعادله اتغيرت تماما، دخل الفريق في مرحله جديده محتاجه انها تلم نقط عشان تتفادى الهبوط، فالراجل مضغوط وعايز يدي تعليمات سريعه وعايز ينجز حاله. فامام كلاعب لسه مش عارف يكتسب لغه ومش عارف ياخد على الجو، بيرج ما عندوش وقت يصبر عليه لان المرحله الحاليه للفريق ما فيهاش راحه ولا بالراحه، وكده كده مش هو اللي اتعاقد معاه ولا يعرف عنه حاجه. كل الطينه اللي انت شايفها دي زادت بله لما امام عاشور اتصاب، بالتالي هو طلع بره حسابات بيرج خالص، اللي وصف امام وقال انه لاعب حماسي زياده عن اللزوم، وبالرغم من اني حذرته لكن هو مندفع ومصمم، وهو ده في النهايه سبب اصابته. الطاقم الطبي لميتلاند شخصوا اصابه امام عاشور وشافوا انه مش هيقدر يلعب لاخر الموسم، ففورا قرروا انه الافضل لامام هو العوده لمصر، طبعا مع اصابه امام عاشور وعدم اكتسابه اللغه، بالاضافه لانه مفيش الشحن والغطاء الجماهيري اللي بيستناه، بدا يشوف ان فكره الاحتراف ما هي الا عوده للصفر. انا ليه اسيب كل الفلوس والشهره اللي في مصر واروح اتمرمط واتغرب وشويه كابيلاس يلعبني جناح وبعدين بيرج ما يقتنعش بيا؟ على ايه يا عم؟ انا اروح ارجع على مصر وهناك هيعاملوني ملك، ده انا بمشي في الدنمارك في الشارع مفيش حد عارفني ولا حتى معبرني. وبالفعل امام رجع على مصر وخاض رحله تاهيل والعلاج، واثناء ما هو بيستعد عشان يرجع من الاصابه بدا يحوم هو ووكيله احمد يحيى على الرجوع لنادي في مصر. ويا بلادي ضميني حضنك بيحميني من الغربه والايام، بدا احمد يحيى يكلم المسؤولين في الزمالك، لكن اتفاجئ من رد فعلهم انهم عايزين يشتروا امام بنفس سعره من سنه بالظبط، وكمان رافضين يرفعوا اي مليم، وقالوا بالمنطق كده لاعب بتاع مشاكل وبيعمل نوش في اوضه اللبس وحاليا مصاب، هناخده نعمل بيه ايه؟ انت عايز تخلينا ندفع وخلاص؟ انت فاكرنا مغفلين هندفع فلوس في بضاعه فاسده زي دي؟ في نفس اللحظه دي بيدخل معانا على خط النادي الاهلي اللي ابدى رغبته في شراء امام عاشور، ولو كنت يا عم امام تاخد في الزمالك وميتلاند طاق فاحنا هنديك 10، ولو ما حدش حبك وبيعاملوك بتهميش فاحنا هنخليك نجم الفريق الاول،
وهنديك مرتب كبير يخليك متساوي بنجوم الفرقه الكبار زي الشحات وهاني، ده غير الحوافز والمكافآت لو هتجيب لنا بطولات، وادي 3 مليون دولار اهو على الترابيزه. ميتلاند قال لك حلاوتك يا امام، بقى الواد المصاب ده يعمل المبلغ ده كله؟ زينه والله زينه. وبالفعل انتقل امام عاشور الزملكاوي من صغره وراح النادي الاهلي في صفقه كانت زلزال اجدد للوسط الرياضي في مصر واثاره جدل واسعه بين جماهير الاهلي والزمالك. خلي الاكل زي ما هو، مش هقول لك سيبه المره دي، وهنرجع من الدنمارك على مصر وهنشوف امام هيعمل ايه. ليه الصفقه دي اثارت جدل واسع يا عم كابتن بهاء؟ شوف، اراء جماهير الاهلي اتقسمت نصين، ان لا ازاي تجيب اللاعب اللي شتم رموز النادي قبل كده وكمان ضرب وليد سليمان وحتى لو اعتذر ما هو سلوكياته في الملعب زي الزفت، ده كل ما يزهق ياخد ايقاف وغرامه ماليه ومش لايق على مبادئ وشكل النادي الاهلي. النص الثاني قال لك لا، هو في لاعب في مصر احسن من امام عاشور؟ يا راجل انت عايزنا نسيبه ويروح بيراميدز ولا يرجع الزمالك؟ الاهلي اولى بموهبه زي دي، ولو على سمعته اللي زي الزفت الراجل اعتذر يعمل ايه اكتر من كده؟ والاهلي بيته الجديد وهيربيه عادي. اما بقى اراء جمهور الزمالك برضه اتقسمت نصين، بس النص الاكبر شاف ان امام عاشور خاين ومتناقض واي حد بيرمي له فلوس بيروح وراها، وان كل اللي بيعمله جوه النادي سواء من احتفالات مبالغ فيها او شعارات وهميه فهو فعلا كان ارضاء رغباته الشخصيه مش حبا في النادي. النص الاقل شاف ان خلاص ما بيناش في زمن الانتماء وكل لاعب من حقه يجري على الماده، فما جاتش على امام يعني. وسط كل الانقسامات والجدل ده امام عاشور فضل اكتر من مره يقول انا اهلاوي من صغري، بس الاهلاويه ما بلعوش الموضوع، احنا عارفينك يا عم امام انت جاي على ايه، بلاش حركات كهربا دي والنبي. فامام عاشور حس انه غريب في الاهلي وانه مفيش الغطاء الجماهيري اللي عمالين نتكلم عنه من اول الحلقه ده. جمهور الاهلي مش حاسينه وجمهور الزمالك خلاص مش حابينه ومش هيشجعوا لاعب في فريق الخصم. فهنا بقى يجي دور شخصيه امام اللي هي بره الملعب، وبدون مقدمات نزل امام ستوري وهو في عربيته وبيغني اهلاوي انا والفخر ليا. ولا هتقولي تصنع بقى مش تصنع، عيل لقطجي بيمشي على مدرسه السير محمود كهربا، مش ده المهم. المهم ان امام حقق غرضه وبدا جمهور الاهلي يستخدمه كشخص حراق ومشطشط وبيضايق جمهور الزمالك، وامام عرف كلمه السر، كل ما احس الدنيا فيها مشكله هطلع اغني مع الجمهور، غزاله حمراء غزاله رايقه انا معاك يا سيدي، المهم تبقوا راضيين عني وبلاش تحسسوني بالغربه، ويا سلام بقى لو تدلعوني وما كنتوش انتوا تدلعوني مين هيدلعني؟ وبالنسبه للرقم اللي انا هلبسه مع الاهلي فانا هاخد رقم 22. الرقم بقى فيه لعنه ما فيهوش لعنه، اظن كده ان انا بقيت حبيبكم، وحاولوا تدوني ربع مكانه ابو تريكه حتى. وزي ما كسرنا المبادئ كلها معلش جمله الاهلي بمن حضر دي عايزين نكسرها هي كمان، ما انا برضو امام عاشور، انتوا فاكريني اي لاعب وسط بيرجع الكره ورا ولا ايه؟ امام عاشور خلال 4 سنين لعب مع حوالي 7 مدربين وكل مدرب بفكره واسلوبه، وكولر مدرب الاهلي يعتبر هو الثامن، لكن امام مع كولر هي نسخه اشمل ومختلفه تماما. اللاعب مع تقدمه في السن ولما وصل لمرحله النضج كولر قدر يستغل ده كويس جدا، وقال لك بدل ما هو لاعب وسط بيندفع لقدام خليه لاعب شامل اكتر واديله حريه اكتر، فنتج عن ده ظهور مميزات جديده لامام عاشور زي الاختراق العرضي والطولي وقدرته على جري بالكوره في المساحات الضيقه وتجاوز المدافعين بمراوغات جسديه معتمده على قوه والتوازن. ده غير طبعا السلاح المفضل لكولر اول ما يلاقي الجيم متقفل وهو قوه تسديدات امام عاشور من خارج المنطقه، ولو حصل وامام ما سجلش من تسديده فعلى الاقل 2 مدافعين هينزلوا مخصوص عشان يقابلوا امام عاشور. فهو في كل الاحوال سواء سجل او ما سجلش امام وصل لمرحله ان غيابه بيأثر على مستوى النادي الاهلي، مساهمه في الثانيه وهدف في الثاني، امام بدا يخش قلوب الجماهير واول مره واجه الزمالك ولا كش ولا خاف، وفي ملعب متقفل بالجمهور امام دخل بقلب جامد كعادته الجريئه وسجل هدف ومش مهتم لاي حد بشكل ما او باخر. امام طول مسيرته بيدور انه يكون النجم رقم 1 والجمهور يفضل كمان يحسسه بالكلام ده مش مجرد كلام في الهوا وخلاص. واخيرا امام بدا يلاقي ده في عيون جمهور الاهلي، وطالما كل ماتش بتصنع وبتسجل وبتساهم وكمان بتعمل احتفالاتك الحراقه دي وبتظهر في كل الماتشات سواء صغيره او كبيره يخلينا يا ابني نكرهها. ولو جمهور الزمالك فضل يعايرنا كل شويه يقول لنا مش ده الواد اللي شتمكم برضه، عادي هنتغير عشانك يا بسيوني ونقول لهم هو اللي شتمنا وهو برضه اللي اعتذر، ده امام طلع حراق قوي يا جدعان. بالتالي اصبح امام عاشور يستخدم كاداه لاذلال الخصم او لاثبات التفوق. يا كابتن بهاء ده امام عاشور برضه مفيش خازوق كده ولا كده، ولان يموت الزمار وصوابعه بتلعب بيحصل اول دروب في علاقه امام مع جمهور الاهلي، وبعد ما داق الحلو وشاف الدلع قرر يريح ويحن لايام زمان. الاهلي بيخسر خساره كارثيه قدام الزمالك، ورغم ان الاهلي عوض الخساره دي في ماتش العين لكن اداء امام ما كانش واضح خالص في الملعب، وهنا كولر كان واعي فكره ان النجم ممكن يريح عادي فيحتاج قرصه ودن عشان تفوقه. بس امام زي ما احنا عرفنا وزي ما حكيت لك عنه في الاول ما بياخدش الامور بشكل تكتيكي، لازم ياخدها بشكل شخصي. وهنا بدا يثور امام عاشور ويعترض على فكره عدم مشاركته، فيتدخل الشناوي عشان يحل ويربط، فيتفاجئ ان امام بيتخانق معاه وبيشتمه وبياخد امام اعلى غرامه ماليه وقتها بمليون جنيه. بالنسبه لامام عادي يعني مليون جنيه ولا حاجه، ولو عايزين توقفوني ماتشات كمان ولا يهمني، هاخد المدام والاولاد واروح اصيف في اي حته. برغم كل المشاكل دي كولر قدر يرجع يحتوي امام تاني ويفهمه انك محتاج تخف شخصنه شويه، وان كل ده مجرد قرصه ودن عشان تفوق، عشان موسم الاهلي بيقع من ناحيه البطولات. وبالفعل موسم الاهلي وقع من الناحيه القاريه وكمان من الناحيه المحليه، لكن في النهايه قدر الاهلي يخطف لقب الدوري في الجولات الاخيره، وكان من اهم نجوم الدوري ده وسام ابو علي هو وامام عاشور. هنا امام اثبت افضليه وحب الجمهور ليه لسه ما تهزش، حتى لو خد انتقادات كتيره مع اول هدف واداء حلو منه الجمهور بينسى كل المشاكل دي وبيفتح له صفحه جديده، وبدات خلاص امور امام تستقر مع جمهور الاهلي. اداره الاهلي كانت مفكره انها عشان
عشان تغطي على الفشل القاري لازم تجيب اي لاعب بيتقال عليه نجم في السوق، وقالوا يعملوا كتيبه كده حاجات شبه اللي بيعملها بيريز مع ريال مدريد. الاهلي مش بس هيجيب تريزيجيه بارقام خزعبليه اضعاف ما بياخد امام، لكن كمان هيرجع يجيب له زيزو ويركبه عليه ماديا ومعنويا، ويبقى هو النجم الاول اللي بيتم المكايده بيه ومتشال على الحج، وترجع نفس الازمه القديمه والعقده ما بينهم. هو انت ورايا هو انا مش سايب لك الزمالك وكنت مرتاح منك؟ اللي جايبك هنا جاي تقاسمني في اللقمه ليه يا اخي انت وابوك؟ وهنقعد تاني نائر ونقير لبعض ونتخانق على ضربات الجزاء. زود على المشاكل دي كمان رحيل كولر، ما هو اللي قاعد فوق في مجلس اداره الاهلي مشى كولر وجاب غيره، وما عملش حسابه في مشكله احتواء امام وباقي الفرقه. انت مش جايب امام شيخ جامع، لا انت عارف ازماته من قبل ما تجيبه، وكنت المفروض عارف تدير فلتاته وواخد منه اعلى اداء، وفي المقابل هو مستقر ومرتاح، لكنك رجعت تاني لنقطه الصفر. وامام عاشور ده هو كائن مشاعري عايش على ردود فعل الجمهور، فلما يتسحب منه ده ويروح ناحيه زيزو ولا تريزيجيه بيرجع امام اللي كان استقر خلاص لفكره التمرد مره تانية، خصوصا ان وضع النادي الاهلي بدا ينهار اكتر من الاول، ولا في مدرب ولا مدير كوره. وسبحان الله يا اخي في ماتش الاهلي ووادي دجله زيزو وامام عاشور بيتخانقوا مع بعض على ضربه الجزاء. يا سلام، هو احنا شفنا المشهد ده فين قبل كده؟ وزيزو دخل يشوط ضربه الجزاء وكانه اعلان لمين هنا صاحب الكلمه، وعلى اثر ده كله يعلن امام تمرده لتاني مره ويغيب عن طياره الفريق اللي رايحه لتنزانيا عشان تلاعب يانج افريكانز. ولما سالوه انت فين يا ابني ما جيتش ليه؟ قال لهم معلش بطني كانت وجعاني، والكل شافه بما فيهم الجمهور انه بيدعي المرض. طبعا هزه سلوكيه عنيفه، ويتغرم امام بمبلغ اكبر من اللي قبله وياخد غرامه اعلى ب1.5 مليون. والنهارده امام في الوقت اللي احنا فيه ده رجع في الملعب، لكن لا علاقته مع الجماهير بقت زي الاول ولا علاقته مع المدرب، والكل عارف ان في وجود ادم وطني كوكيل جديد لامام ان التجديد اصبح مستحيل والعلاقه على وشك الانهيار، لان امام هيفضل يطلب انه يبقى اعلى من زيزو. واحنا بنقفل الحلقه كده بنودع بعض هقول لك حاجه غريبه، هو ان امام عاشور بلا شك لاعب غير متزن من الناحيه السلوكيه ومندفع وبيعمل حاجات هو شخصيا بيندم عليها مع الوقت زي موقف وليد سليمان، لكن وسط كل ده عايز اقول لك ان امام هو ضحيه. ايه ضحيه مين يا ابو الكباتن؟ مالك بس؟ ده احنا اللي ضحيه معاه والله، اهدى بقى عليا. امام عاشور هو ضحيه بيئه كرويه تفتقر لاليات صناعه الشخصيه الاحترافيه، هو بيمثل الانسان الطبيعي المليء بالتناقضات زيك انت شخصيا. مش انت كنت شايف ان زيزو بالونه وبعدين غيرت رايك وبعدين رجعت تاني شفته بالونه؟ امام عنده المشاعر العاديه زي اي حد، حب، غضب، ندم، طمع. المشاعر دي لما بتواجه النظام المؤسسي الصارم اللي بيكون طالب منه انه يكون مظبوط زي الساعه، نجاحه في المستقبل مش بيقف على ادائه في الملعب بس، بل على قدراته في حل النزاع النفسي اللي عنده بين امام المشجع المنفعل وامام الموظف المحترف. مفيش اتنين في مصر يختلفوا على موهبه امام عاشور، لكن امام كان محتاج لشخص يقعد معاه ويأهله نفسيا، مش كل مره امام يغلط وقفه كام ماتش ولا تديله غرامه. ما هو على هذا الحال من ايام حرس الحدود. اتعلم ايه يعني؟ ده من الغباء انكم بتكرروا نفس العقوبه كل مره، وكأن حلول ازمات اللعيبه في الغرامات والايقافات وبس. وامام واضح جدا انه مفتقد لشخص كبير او كابتن ينصح، لانه مش بيعتمد كابتن الفريق حتى، فيظل دايما امام في صراع مع غروره، وده اللي حوله لمد الجدل لا ينتهي في الصحافه وغرف الملابس. في نهايه القصه كل الاطراف سواء اداره الاهلي او الجمهور او امام غلطانين. تقول لي ازاي؟ هقول لك اداره الاهلي غلطانه لان عندها نجم بالفعل ورايحه تركب عليه نجم تاني، ومش اي نجم، ده لاعب غرقان في بحر كبير من الخناقات بينه وبين امام، ففكره انك تجيبه تحت مبدا كله يتربى في الاهلي يعني كان غيرك اشطر. والجمهور غلطان في مساله تقدير امام عاشور، ماتش يطلعوا بيه 7 سما وماتش ينزلوه 7 ارض. هتقول لي ما هو لاعب قليل ادب وكل ما نقدره يعمل مشكله اكبر من اللي قبلها. اقول لك هنا بقى تيجي غلطه امام عاشور، وهي عمل مشاكل حرفيا من الهوا وملهاش لازمه. يعني موقف مد ايده على الشناوي كان ممكن ما يعملوش، لكن بطريقه ما المواقف دي هي اللي بتعزز غرور امام اللي ما بقاش عارف يعززه في الملعب. ومهما حصد امام من بطولات لما نيجي نحطها قصاد تاريخ الاهلي كتوتال هتكون قيمه اللي قدمه امام ولا حاجه، والاهلي مش مطالب يديله اعلى راتب وكل الامتيازات دي. الاهلي اصلا غلطان في النقطه دي من الاول، لان كان قدامه فرصه يجيب امام بامتيازات اقل عادي، لان حسب كلام احمد يحيى بيراميدز ما كانش بيفاوض امام وميتلاند كده كده رماه، والزمالك مش قادر على ثمنه، فعلى ايه بقى كل الغاغه دي؟ لكن بسبب غباء الاداره كانت هي دي النتيجه، تحولت لشعور امام في المستقبل بالاستحقاقيه. وايه يعني لما اضرب كابتن الفرقه ولا اغيب عن ماتش بمزاج؟ وما استكفوش بكده كمان راحوا سحبوا منه كل الامتيازات دي مره واحده وادوها للاعب لسه ما قدمش اي حاجه للاهلي، ونجم جنب نجم جنب نجم بقوا عايزين يلعبوا في النادي على مزاجهم. وكده الاهلي عشان يحكم كل النجوم دي هيبقى محتاج حاكم ديكتاتور مش مدرب، واكيد هتخسر قيمه اكتر من نجم من دول مره واحده. ومع تغيير المدربين الكتير في مسيره امام حتى في منتخب مصر الراجل اتمرن مع فوق ال9 مدربين ب9 مدارس مختلفه، وكل دول اكيد استهلكوا من طاقه امام، لان لو حبيبك عسل في مصر الحسه كله وهات اخره. يمكن بكره بعده مع اصابات امام المتكرره دي نلاقي مسيره امام خلصت بدري ونتفاجئ انه اعتزل في سن ال30، ونلاقيه بيطلع يوم الاثنين مع مهيب ومهيب يرخم عليه زي ما بيرخم على اي ضيف ويقول له ندمان يا امام على اللي انت عملته ده، ويطلع يوم الخميس مع ابراهيم فايق ويقول له يا خساره يا امام لو كنت التزمت بس كان زمانك لعيب كبير. اما يوم الجمعه الساعه 8 فده ميعاد حلقات كابتن بهاء، اتمنى انك تستناها كل اسبوع، واوعى تنسى تدوس لايك بدل ما اغيب اسبوعين عنكم تاني ولا حاجه بداعي الشد العضلي. ومش معنى انك دوست لايك انك تنسى سبسكرايب، هتدوس سبسكرايب والا هنتخانق انا وانت على ضربه الجزاء من فينا اللي يشوط. والسلام عليكم.